أصحابي الحلوين، أتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا كنافة القشطة أو الكنافة بالكريمة أو كنافة الحلواني. دايما بنشوفها كده في محلات الحلويات بلونها وطعمها الجميل وبتكون متماسكة، والأهم تكون طرية في نفس الوقت. الكنافة بسيطة جدا، مش محتاجة مكونات كتير، يعني طريقة الإعداد بسيطة، لكن في تريكات بنعملها كده عشان تطلع الكنافة مظبوطة زي ما انتم شايفين كده. ومش أي كنافة بنفركها بالسمنة ونحطها في صينية وتطلع مظبوطة معاكم. في تريكات بنعملها واحنا بنشتغل، خطوات بسيطة جدا بتفرق في الطعم والقوام واللون. ده كله هتعرفوه في الفيديو ده. الطريقة بجد تستحق انكم تجربوها. الكنافة دي بجد يا جماعة ناعمة جدا، وطعم القشطة متوازن فيها مع السكر وسمكها. اكيد اتحمستوا معايا انكم تقوموا وتجربوها دلوقتي حالا. بس قبل ما نبتدي في الفيديو، لو حبيتوا الفيديو حطوا لايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير، وبجد اللايك ده هيفرق في دعم الفيديو. وبس كده، يلا نبدأ في طريقة الإعداد. أول حاجة هنبتدي بيها هو الشربات أو الشيرة، لأن احنا بنحتاج الشربات بتاع الكنافة دي بيكون بارد، فلازم تحضروه قبلها. هنحتاج كوباية من عسل الجلوكوز وليمون أو عصرة ليمون، و3 أكواب من السكر، عليهم 2.25 من المية. هقول لكم ليه 2.25 مش كوبايتين بس. في الأول كده هنحط السكر مع المية، وبعد كده هزود عليهم عسل الجلوكوز. طيب لو مش متوفر عندنا العسل ده اصلا نعمل ايه؟ نستبدله بعسل النحل. والعسل دي فايدته في الوصفة اللي هو بيدي لمعة حلوة قوي للشربات وللحلويات، وبيخفف من نسبة السكر، يعني بيعمل كده توازن في السكارة، ما يبقاش السكر طالع معانا مسكر قوي. المهم بعد ما بنضيفه بنقلبه تقلبتين كده على البارد، ولاحظوا اللي انا بقلب في النص، يعني مش بجيب نقطة سكر على جوانب الحلة، لان ده السكر اللي بيكون على الجوانب ده بيخلي السكر او العسل يسكر معاكم. فقلبوا كده في المنتصف، يعني مش على الجوانب، وتقلبوا بسرعة هادية. بعد كده ارفعه على نار تكون عالية، وهدوب بس عسل الجلوكوز. وبعد ما يبدأ في الغليان بنبدأ ان احنا نهدي لمدة 9 دقايق. الشربات انا مش عاوزاه يكون تقيل جدا زي شربات بلح الشام، لا بيكون يعني متوسط السمك، يعني مش بيكون تقيل قوي ولا خفيف. في اخر دقيقتين كده بضيف عصرة الليمون، وبعد كده اسيبه يغلي دقيقة واطفي عليه، وده بيكون القوام الصح. بنسيبه بقى يبرد على جنب على ما نحضر باقي المكونات. انا هحتاج سمنة، مش بنستخدم زبدة في الوصفة، وتستخدموا سمنة تكون ريحتها ونكهتها كده تكون جميلة وتكون مرملة. المرملة دي بتدي يعني طعم حلو قوي. انا هستخدم 1.5 كوباية من السمنة، والكوباية وزنها 210 جرام، والكمية دي تنفع لكيلو كنافة، يعني انا هستخدمها الكيلو بالظبط. وعلشان تاخد الكنافة لون جميل معاكم بتحطوا عليها 4 معالق كبار من عسل الجلوكوز او عسل النحل او العسل التقيل اللي انا بحطه ده كان عندي عسل من الكنافة بالمكسرات كان تقيل، ضفت 4 معالق كبار علشان تاخدوا نفس اللون اللي شفتوه في الاول كده. بعد كده برفعهم على نار تكون متوسطة لحد ما السمنة تسيح، وبنسيبها على جنب تبرد على ما نحضر الكنافة. بالنسبة لحجم الصينية اللي انا هستخدمها هيحتاج كيلو كنافة، وممكن تقسموا المقدار على 2 يعني لو حابين كمية اقل، وهكتب لكم كل مقاسات الصواني بالمقدار تحت الفيديو. الكنافة في الوصفة دي محتاجينها يكون شعرها صغير، ما يكونش كبير كده، علشان لما نيجي نقطعها تنزل الخرطة بخرطتها وتكون متساوية. فنحطها في الفريزر قبلها بيوم، وتاني يوم نشتغل فيها على طول. انا حطيتها ساعتين بس لان ما كانش فيه وقت عندي، فزي ما انتم شايفين كده بقطع فيها، يعني مش بتنفرك في ثانية، الحتت الناشفة هي اللي بتنفرك بس. فعشان ما نضيعش وقت كتير جبت محضرة الطعام او الكبة وفرمت فيها الكنافة، وبصراحة سهلت عليا كتير جدا. وسمكها لازم يكون بنفس الشكل ده، ما يكونش ناعمة قوي زي قوام الكنافة النابلسية او تكون خشنة، يعني تضربوها مش كتير. السمنة بقت دافية خلاص، يعني مش سخنة ولا باردة قوي، بتكون دافية. وبنبدأ بقى نحطها على الكنافة كلها كده ونفركها. ويفضل تستخدموا اي صينية كبيرة او اي بولة، المهم تكون حاجة كبيرة كده تكون موزعة السمنة والكنافة، نقدر ان احنا نبث فيها الكنافة. اهم حاجة تكون كل شعراية فيها متغلفة بالسمنة. بعد كده هنضيف سكر بودرة، انا هحتاج 4 معالق كبار من السكر البودرة. لو مش متوفر عندنا نقدر نطحن السكر العادي في الكبة وهيكون حلو جدا. واضافة السكر في المرحلة دي على الكنافة ليه فوائد كتير. اول حاجة ان هو بيدي تماسك حلو قوي للكنافة، بتكون متماسكة، وبيديها لون
ذهبي او كرمله كده حلوه قوي للكنافه. دلوقتي بقى هنبدا نفرد الكنافه في الصينيه. انا جبت صينيه مقاس 45 لكيلو كنافه، ويفضل ما تجيبوش صينيه اكبر من كده للكيلو علشان تطلع سمكها حلو. وبنحط فيها حوالي 4 أو 5 معالق كده من الزبده. خلوكوا كرماء فيها علشان لما تيجوا تقلبوا الكنافه تنقلب معاكوا حلوه، وفي نفس الوقت تاخد لون حلو من القاع. فدي مهمة جدا ان السمنة لازم تكون مغلفة الصينية كلها. هجيب بقى شعر الكنافة اللي احنا عملناه، واول ديسك في الكنافة لازم تكون الطبقة تكون حلوة، ما تكونش رفيعة علشان هنحط عليها حشوة، فعشان تقدر تستحمل. والخطوات دي مهمة جدا. يعني الكنافة لو طلعت معاكم لونها مش حلو من تحت، اكيد قللتوا كمية السمنة اللي انا قلتلكم عليها. ولاحظوا كده وانا بفرد الكنافة مش بجيب كمية كبيرة كده وبقوم حطها في مكان واحد وابدأ افرد، لا انا برشرشها. يعني بضيف رشة كده برشة علشان خاطر تتوزع في كل الاماكن وكل الحتت تكون قد بعضها، وبحاول ان انا افرد بايدي كده بحيث ان ما يكونش فيه كلاكيع. فدي مهمة في القوام كده، ما تطلعش معاكم حتة مقلبزة وحتة عالية وكده. اخر حاجة بقى بضغط على ايدي كده كويس جدا، مش هنضغط بصينية، لا بايدينا لحد ما تتساوى. هنسيبها بقى دلوقتي على جنب لحد ما نحضر القشطة او الكريمة. هحتاج نص لتر من الحليب، عليهم كده 3 معالق من القشطة. والقشطة اللي انا مستخدماها كمية قليلة كانت على وش الحليب اللي هي تكون مسكرة، فلو مش متوفرة عندكم عادي ما تضيفوهاش ابدا. هحتاج 3 معالق كبار من النشا، عليهم ربع كوباية من المية، وهنقلبهم لحد ما النشا يدوب كده وبس. هو عبارة عن لبن ونشا ومية، ولو حابين تدوها طعم غني حطوا قشطة. هرفعهم على نار تكون عالية لحد ما خليط الحليب يكون سخن. بعد كده بهدي بعد اضافة النشا، يعني بهدي النار تكون تحت المتوسط شوية، وبضيف النشا شوية بشوية. يعني مش بنضيف كل الكمية علشان ما ينزلش في القاع ويترسب فينحرق فيكلكع. فهمتوا ازاي؟ فحطوا شويه بشويه وقلبوا بالمضرب يكون سيليكون. لو مستخدمين حله معدن او اي حله الومنيوم، لان المضرب المعدن بيزرق الحله وهيغير من شكل القشطه تماما. فدي خطوه مهمه قوي علشان ما تزرقوش الحله. بفضل اقلب كده على نار تكون تحت المتوسط وبس كده. هو ده القوام المظبوط. وقبل ما اطفي عليها حطيت نقطتين فانيليا اختياري لو مش حابين النكهه فيها، لكن انا بحب النكهه بصراحه فيها فضفت حاجة بسيطة. بعد كده بنجيب القشطة ديت وبنحطها على طبقة الكنافة اللي احنا عملناها، وبستخدم اي معلقة او سباتيولا علشان افرد الكريمة. ونسيبها بقى تبرد يعني نص ساعة كده او ربع ساعة. يعني لو المكان بارد شوية فهتبرد على طول. المهم ما تكونش سخنة واحنا بنحط تاني ديسك من الكنافة. ونحاول واحنا بنوزع اخر طبقة من الكنافة تكون الطبقة متساوية علشان احنا بنغطي قشطة. ومهم تكون كمية الكنافة اللي سبتوها في الاخر كمية حلوة بحيث ان هي تغطي كل القشطة، لان القشطة لو ظهرت يعني في الفرن او كده هتنحرق. فدي خطوة مهمة. انا غلفتها كلها تماما بالكنافة، ما بقاش فيه حتة باينة. اخر خطوة بقى بستخدم ايدي برضو علشان اضغط على الكنافة، بس المرة دي بقى مش هتكون ضغطة قوية زي الاول، لا بالراحة كده بحيث ان احنا نسويها وفي نفس الوقت ما نضغطش جدا ان القشطة اللي جوه تطلع. فالخطوة دي مهمة انكم تضغطوا يعني بالراحة كده. ولو لقيتوا حتة قشطة طلعت حطوا عليها كنافة، المهم ما فيش قشطة تبان علشان ما تنحرقش. اخر حاجة بجيب معلقتين كده من السمنة سايحين وبقوم حطاهم على الوش وبس. بعد كده بقى هندخلها الفرن، ودي اهم خطوة ممكن تطلعوا بيها من الفيديو بتوقف عليها نجاح او فشل الكنافة. بنحطها في اول رف من تحت، ونكون الفرن مسخنينه قبلها ب10 دقايق، ودرجة الحرارة 200 يعني فوق المتوسط. لو فرن بالغاز بتاخد معاكوا 20 دقيقة من تحت بتحمر او 30 دقيقة. وبعد كده بنشيلها ونحطها في الرف التالت علشان تاخد لون حلو من الشواية، ونطلعها ونحط عليها الشربات الدافي. عاوزين تاخدوا نتيجة حلوة ما تحطوش الشربات بارد علشان ما تكونش ناشفة معاكم. لو حابين يعني ان هي تكون طرية وفي نفس الوقت متماسكة مش اللي هي دايبة كده، لا حطوا عليها الشربات يكون دافي وبعد كده تغطوها. وهقلبها بقى، انا قلبتها بصراحة ورا الكاميرا، ولما نقلبها على صينية تكون اكبر علشان واحنا بننزلها تاني تنزل مظبوطة ما تتقطعش يعني. شوفوا بقى قوام الكنافة عامل ازاي. دلوقتي بقى اقول لكم على كل النصايح اللي تطلعوا بيها من الفيديو. اهم نصيحة يا جماعة في الكنافة هو الشربات. الشربات لو تفتكروا انا قلت لكم في البداية اللي انا حطيت 2.25 كوب
ليه ما ضفتش كوبايتين؟ كوبايتين وربع هيطلع معاكم الشربات مظبوط جدا، مش مسكر قوي. وممكن نضيف كمان كوبايتين لو حابين وهيطلع معاكم مظبوط، بس ما تقللوش عن كده علشان احنا مش عاوزينه يكون تقيل قوي زي بتاع بلح الشام. عاوزاكم بقى تجربوها، وانا متأكدة انكم هتدعولي من النتيجة. احنا مش محتاجين ان احنا نشتريها من بره تاني. الكنافة متوازنة جدا وناعمة بجد، هتأدمنوها. ولو حابين كمية القشطة اكبر من كده حطوا لتر حليب. لو جربتوها بقى ابعتولي الصور على الانستجرام، وما تنسوش انكم تدعموا الفيديو باللايك. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.